أصدقائي، في هذا الفيديو غادي نعطيكم كل الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية اللي حققها المنتخب المغربي لكرة القدم. طبعا المغرب دولة عظيمة والمنتخب ديالها فريق عظيم. غادي نبدا لكم بالأرقام القياسية التاريخية للمنتخب المغربي من 1970 حتى 2025. خصكم تعرفوا بأن المغرب أول منتخب إفريقي تيحقق هذه الإنجازات العالمية. خصكم تعرفوا بأن المنتخب ديالنا هو منتخب حقق المستحيل في السنوات الأخيرة. نعطيو بعض الأرقام. كما تعرفوا في 1970 أول منتخب عربي إفريقي يسجل هدفا في كأس العالم، هدف مولاي دريس ضد ألمانيا الغربية. أول منتخب عربي إفريقي يسجل هدفا في كأس العالم، هدف مولاي دريس ضد ألمانيا الغربية. ديك الساعة كانت ألمانيا الغربية، أما دابا موحدة ألمانيا. في 1976 فوز المغرب بكأس إفريقيا للأمم، أول وآخر لقب إفريقي رسمي حتى اليوم. في 1986 أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور الثمن النهائي لكأس العالم في المكسيك بعد تصدره لمجموعة ضمت إنجلترا وبولندا والبرتغال. بالنسبة للرياضة الإفريقية والعربية في كأس العالم قطر 2022 كان حالة خاصة. كان المغرب أول منتخب إفريقي وعربي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وخصكم تعرفوا بأنه أول منتخب يهزم بلجيكا، إسبانيا والبرتغال في بطولة واحدة. خصكم تعرفوا بأنه أول منتخب عربي يحصد 4 شباك نظيفة، يعني في كأس العالم، يعني ما تمركع عليه التابت في 4 المباريات. وخصكم تعرفوا بأن المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي تيحقق 7 النقاط في دور المجموعات. وخصكم تعرفوا عاوتاني بأن أول مدرب عربي اللي هو وليد الركراكي تيوصل نصف نهائي كأس العالم. وخصكم تعرفوا عاوتاني بأن المنتخب المغربي كان الأكثر تشجيعا في العالم في كأس قطر، أكثر من 70,000 مشجع في المدرجات بكل مباراة، رقم خيالي خرافي. وخصكم تعرفوا عاوتاني بأن المغرب احتل المرتبة 11 عالميا في تصنيف الفيفا في 2023، وهذا أعلى ترتيب تيوصل ليه في التاريخ ديالو. وخصكم تعرفوا بأن المغرب كذلك عنده أرقام قارية وعربية واحدة أخرى. خصكم تعرفوا بأن المغرب أكثر المنتخبات المغاربية تأهلا لكأس العالم 6 المرات، في 1970 1986 1994 1998 2018 و2022. وخصكم تعرفوا عاوتاني بأن المنتخب المغربي هو أول منتخب إفريقي يحتل المركز الرابع في كأس العالم، وديجا قلتها، هذا رقم خصني نعاود ليه التذكير لأنه مهم للغاية. وخصكم تعرفوا بأن أول منتخب عربي يحقق فوزين متتاليين على منتخبات أوروبية كبيرة في الأضواء الإقصائية. وخصكم تعرفوا بأن المغرب أكثر المنتخبات العربية فوزا بالمباريات الرسمية في المونديال. وكذلك خصكم تعرفوا بأن المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي إفريقي يحصل على جائزة اللعب النظيف من الفيفا. ونهضروا على الجيل ديال 2022، جيل المجد الجديد. خصكم تعرفوا بأن منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي
تسجيلا للنقاط في مونديال واحد. وخصكم تعرفوا عاوتاني، خصكم تعرفوا بأن أكبر عدد من اللاعبين المغتربين في أوروبا يمثلون منتخبا إفريقيا في كأس العالم. 14 لاعبا، 14 لاعب. وخصكم تعرفوا بأن المغرب أول مرة في التاريخ يقوده مدرب عربي وتيوصلوا لنصف النهائي. وخصكم تعرفوا بأن أول مرة تجتمع فيها اللاعبين مع الأمهات ديالهم في لحظة احتفال أمام العالم. لقطات مؤثرة، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب المغربي مرضي الوالدين. خصكم تعرفوا بأن المغرب هو فخر القارة السمراء، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتبر إنجاز المغرب في قطر نقطة تحول في تاريخ إفريقيا، في تاريخ إفريقيا. كما أصبح المنتخب المغربي رمزا للانضباط، الروح العائلية والتكتيك الحديث في إفريقيا والعالم العربي. تم اختياره كأفضل منتخب إفريقي لعام 2022 و2023 من طرف الكاف والفيفا بجوجهم الاثنين معا. هذا الفيديو تيوثق القصة الكاملة لأسود الأطلس من أيام المجد في السبعينات إلى لحظة العز في مونديال قطر 2022، حين غير المنتخب المغربي وجه الكرة الإفريقية إلى الأبد، إلى الأبد. غادي نعيشو معكم في هذا الفيديو هذا اللي درنا الفخر، وهذا الفيديو مليء بالذكريات والدموع والانتصارات، من أول هدف في المونديال سنة 1970 إلى الوصول التاريخي لنصف نهائي كأس العالم في قطر. هاد الشيء ما جاش والد الصدفة، هاد الشيء صنعوه الأسود، وهاد الشيء وحد العرب مور المغاربة خلف المغاربة. وخصكم تعرفوا كيفاش دوا النشيد الوطني المغربي في كل ملاعب قطر والعالم بأجمعه، من بونو إلى حكيمي، ومن زياش إلى مرابط، ومن الرقراقي إلى كل الجماهير. إنها قصة وطن لا مجرد كرة. شكرا على المشاهدة، المرجو الاشتراك في القناة ووضع التعاليق جميلة واللايكات. شكرا وأجدد شكري.